تشوف إنسان يشرب الخمر أو يتناول المخدرات، بحسب علم النفس وبحسب علم الأعصاب يقول إنه النشوة اللي تولدها المخدرات أو النشوة اللي يولدها الكحول مقدارها 1.5 ساعة إلى 2 ساعات، وراها تنتهي ويعود الإنسان إلى طبيعته، لكن مو الطبيعة الأولية، ما يعود إلى طبيعته الأولية، يعود إلى اكتئاب حاد. طيب تخيل هذا الإنسان وهو دا يتناول المخدرات أو يتناول الكحول قتل، أقدم على القتل، وسجلت هكذا حوادث إجرامية في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، أنه البعض يتناول المخدرات ويدخل على أسرته بالسلاح، قد يقتلهم أو يقتل زوجته أو يقتل صديقه أو أخوه. هنا شوف اللهوية سببت له سعادة لحظية، لكن النتائج